رفاعة بيك الطهطاوي هو واحد من أبرز الشخصيات في النهضة المصرية اللي كانت في عصر محمد علي باشا. شخصية متميزة جدا، طلع من تحت السلاح زي ما بيقولوا. إنسان بسيط جدا، طلع إن هو رايح إمام لبعثة في مصرية في فرنسا، وهناك تعلم اللغة الفرنسية وأجادها وخد شهادات، وقدر ان هو يجيد هذه اللغة، وقدر ان هو ينقل مصر كلها للثقافة والحضارة الفرنسية. وكان شخصية مهمة جدا، ونقل تحت بلده الأساسية اللي هي في صعيد مصر في سوهاج لمنطقة تانية خالص. في الحقيقة الصورة اللي احنا بنشوفها دي هي دي صورة احنا بنشوفها غريبة كده شوية. هي ظهرت من فترة، صديقنا الجامع الصور الشهير علوي فريد جاب الصورة دي وهو بيرى ان هي لرفاعة الطهطاوي. احنا مش قادرين نحدد هي رفاعة الطهطاوي ولا لا بصراحة، لكنها صورة اخرى. طيب نعرف منين؟ ده عايز ان احنا نشوف في بيته اللي في طهطة، موجود على الحيطة هتلاقي الصور بتاعت الأسرة كلها. هل الصورة دي موجودة على الحيطة عندهم، ولا موجودة فين، ولا ظهرت في الأرشيف فرنسي، ولا ايه كيف نعرف ان دي صورة رفاعة الطهطاوي؟ عامة دي الكلام الفرنساوي ده مكتوب على خلفية هذه الصورة. موضوع رفاعة والصور ده موضوع يستحق ان احنا نهتم بيه بشدة ونتكلم عنه كتير. كان معكم المؤرخ أحمد كمالي، وإلى اللقاء في حكاية صورة أخرى. شكرا.